ما بين النادي الاهلي واشرف داري وما بين النادي الاهلي وبريست الفرنسي. النقطه دلوقتي في موضوع اشرف داري ان هناك مدافع اجنبي اخر يزاحم اشرف داري على مركز الدفاع في النادي الاهلي، او مركز المدافع في النادي الاهلي، لتدعيم صفوف الفريق في المركز ده تحديدا. في مدافع تاني بيزاحم اشرف داري. المفاضله ما بين الاثنين، القرار عند كولر، القرار عند كولر، لكن المفاوضات مع اشرف داري كانت من اسهل المفاوضات اللي حصلت. تمام؟ وانا متاكد 100%، انا ما اعرفش اسم المدافع الثاني بالمناسبه، بس متاكد 100% ان الاهلي دلوقتي في مفاوضات مع المدافع الثاني ده. ليه؟ تحسبا ان كولر يقول لك لا انا عايز ده، او عايز اشرف داري، او